بصوا بقى يا دكاترة، زي ما قلت لكم، يبقى القيمة المكانية هنا للرقم 7 هتبقى كام؟ اهو هنا رقم قلنا كام؟ الوحدات، الألوف، الملايين. يبقى هو أحد عشرات. يبقى هو ال7 ده رقم فين؟ في العشرات الملايين. يبقى هنا ندور فين في الاختيارات. مديك عشرات الملايين اهو. طب مديك ملايين، يبقى انت ممكن تقول له في الملايين. لا، لازم تركز ان هو فين، في عشرات الملايين. تبقى اجابتك دقيقة، يعني ممكن يجيب لك اجابتين زي بعض. لازم تركزوا معايا يا دكاترة. طيب هنا بقى تعال نشوف المثال ده. مديك بيقول لك 540. طب 540 دي بتساوي كام؟ 54. هل بتساوي 10 ولا 100 ولا 1000 ولا أساسا مفيش ولا إجابة صح؟ تعالى بقى نشوف طب أني واحدة صح. بص هنا بقى يا دكاترة، هنا الإجابة اللي توضح لكم إيه. إحنا قلنا ال 540 دي هنعمل إيه؟ هديك 54. عاوزين نطلع القيمة 54، يبقى نقسمها على كام؟ على 10. هنقسمها على 10 هيطلع كام؟ يبقى 54 10. يبقى هنا 54 10. فهمتوا بقى ازاي نحلها؟ هنقسمها على رقم طلعت ب54 10، يبقى 54 في 10 ب540. لو قالك بقى هنا لو كانت 5400 مثلا، يعني هنا كنا مزودين صفر، وقالك 54 هتطلع كام عشان تدينا 5400؟ هتيجي تقسمها على كام؟ على 100. يبقى 54 في 100 هتدينا 5400. شفتوا بقى ازاي انه ممكن يزود لك في العدد اصفار وانت مش واخد بالك، وتيجي تقسم على 10؟ لا، لازم تقسم على 100. يبقى تعرفوا اهم حاجة تابعوا الكورسات اللي فاتت عشان تعرفوا تحلوا كويس صح. تمام، ما تنسوش الحصص اللي فاتت. يلا طيب نخش بقى على المثال اللي بعده. كده عرفنا ازاي نركز في ال10 امثال، 100 امثال، 1000 امثال، وكده عرفنا ازاي نحلها صح. طيب قالك مع عمر مبلغ 4500 جنيه، تضاعف المبلغ الذي معه إلى 10 أضعاف. يعني المبلغ ده اتضاعف 10 مرات. يبقى 4500 دي هنعمل بيها ايه؟ هنيجي نضربها في 10. هتطلع معانا بكام؟ ب45,000. يبقى هنا ضربنا 4500 في 10 هتيجي ب45,000. شفتوا بقى ازاي؟ يبقى هنا ايه، في امثله كده احيانا ممكن يلعب لك فيها. عرفت ازاي العشر اضعاف؟ طيب بيقول لك العدد 8400. تعال نخش على المثال ده. العدد 8400، ركزوا معايا يا دكاتره. بص يساوي 10 امثال العدد كام؟ بصوا بقى هنا، شفت ازاي؟ 8400 يساوي 10 امثال العدد كام؟ يعني كام في كام عشان يدينا ايه 8400؟ 10 امثال كام؟ يعني هنا 840 ولا 84 ولا 84,000 ولا 8004؟ بصوا بقى هنا 8400، هنا بيقولك يساوي 10 امثال العدد. يبقى هنيجي لما يقولك كده ال 8400 يساوي 10 امثال العدد كذا، يبقى هنيجي ال 8400 دي نيجي نعمل فيها ايه؟ نيجي نعملها ايه؟ بصوا كده يا دكاترة معايا. هتيجي ال 8400، حلو معايا كده اهو، تيجي تقسموها على كام؟ على 10. هتيجي تقسموها على 10 عشان جالك 10 امثال، نطير الصفر هيديك كام؟ 840. يبقى الإجابة رقم كام؟ ب. يبقى 840. فهمتوا ازاي بقى؟ ما تنسوش تحلوا بقى ليه وتركزوا في الأمثال اللي فاتت اللي قلناها. راجعوا الحصص اللي فاتت. تعالوا بقى نخش على اللي بعديه. 670 100 بيساوي كام 1000؟ طيب 670 100 هيساوي كام 1000؟ شوف بقى، شوف الأمثلة دي بيوضح لك ازاي. هيساوي هنا هنضربه في كام؟ اهي هنيجي نضربه في 1000.
يبقى هنيجي نضرب كام اهو، بص 600 700، هنيجي ايه نيجي نضرب في 100 اهي 670 عشان نطلعها، عاوزين نطلعها بالالوفات. هنيجي 670 اهو، بصوا معايا كده، هنيجي نضربها في كام في 100، هنيجي نضربها في 100، ضربناها في 100 هننزل ادي 1 2 3 معانا 3 اصفار، هننزل ال3 اصفار اهو، نزلنا ال3 اصفار هيطلع معانا بكام ب67. يبقى هنا كام 67,000، يبقى طلعوا معانا ب67,000. يبقى هنا تكتب 67 بس، ما تكتبش ال3 اصفار، يعني ممكن ما تكتبش 3 اصفار دي. يبقى 67,000 طلع ب67,000. شفت بقى ازاي عشان نطلعها بالالوفات. طيب نخش على المثال اللي بعديه اللي هو ب اهو، هنا 510 هتساوي كام 100، يعني احنا عاوزين نطلع الرقم ده بالمئة، عاوزين نطلع الرقم ده بقى يا دكاترة بالمئة. طيب 510 هيساوي كام 100، يعني ايه 510 هتطلع كام 100 اهي. بص بقى ال5000 دي اللي هي 510 أول حاجة هنطلع كام اهو 5 تمام في 10 هتساوي كام 5000. 5000 بقى هنقسمها على كام، هنيجي اهو طلعنا ال5000 تمام. طيب 500 في 10 ب5000، هنيجي نقسم ال5000 هنا على كام على 100، هتطلع معانا بكام، ادي صفر راح مع الصفر وصفر راح مع الصفر طلع ب50. يبقى هنا 50 100. شفت بقى ازاي، يبقى ال510 بتساوي كام 100. عرفتوا بقى ازاي تطلعوها يا دكاترة. شفتوا بيلعبوا ازاي في الأسئلة في الامتحانات. عشان تركزوا معايا بقى وتحضروا المحاضرات اللي فاتت والحصص اللي فاتت، ركزوا معايا يا دكاترة. يلا تعالوا بقى نخش على الرقم ده. فهمتوا المثال ده كويس ولا نعيد عليه تاني؟ يلا يبقى 510 يبقى 500 في 10 ادي 500 في 10 انا اهو طلع بكام ب5000. عاوز هتساوي كام بالمئة، يعني بالمئات هتضرب تبقى ال5000 على 100 هتساوي 50 في 100 هتساوي 500 في 10. شفتوا بقى ازاي يا دكاترة. ركزوا معايا بقى عشان نحل ايه المثال اللي بعديه. طيب بيقول لك 15,000 هتساوي كام. شفتوا بقى ازاي يا دكاترة. دي سهل، دي مثال بسيط. هنقول لك هتساوي كده بالارقام اهو 15,000 يبقى هنا هتساوي 15,000 يبقى هتضرب في كام في 1000 يبقى هتساوي 15 في 1000 هتبقى 15,000. لما يقول لك 15,000 يبقى 15 في 1000 هتبقى 15,000. تكتبها كده. تعال بقى نشوف هنا ال250 100. يبقى ال250 هتضربها في كام في 100. يبقى 250 في 100 بكام اهو 250 في 100 هننزل اهو في 100 هتبقى بكام. يبقى 250 اهو ونزلنا في 100 هننزل الصفرين والواحد في 250 في 250 يبقى 25 ايه ألف. يبقى 250 100 بتساوي كام 25,000. عرفتوا بقى ازاي تحلوها. يبقى هنقول هنا 250 اهو في كام في 100 عشان تعرفوا توضح لكم برضو المثال. هننزل ال3 اصفار، واحد في 25 ب25. تمام يا دكاترة، فهمتوا المثال كويس. طيب فاكرين بقى الحصة التانية اللي بيقولك أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام دي. يبقى احنا عايزين ناخد ايه أكبر عدد. هنعملها ازاي يا دكاترة. قلنا ناخدها ازاي من الشمال لليمين. من الشمال لليمين هناخد أكبر رقم من الشمال لليمين. يبقى هناخد هنا ايه اهو. ركزوا معايا يا دكاترة. أكبر رقم هنا كام 9. يبقى هنكتب هنا من أول 9. طيب تاني أكبر رقم 8. يبقى هناخد 8. تمام ماشي يا دكاترة. بعد ال8 7. يبقى هناخد 7. طيب بعد ال7 كام 1. يبقى هناخد ال1.
طيب بعد الواحد كام؟ الصفر. يبقى احنا كده معناش اي ارقام تاني، يبقى 9 و8 و7 و1 و0. يبقى كام الرقم كده؟ 98,710. طب قالوا لكم يا دكاترة عاوزين أصغر رقم، هتحلوها ازاي يا دكاترة؟ أكيد ما تابعتوش المحاضرة اللي فاتت، ركزوا معايا بقى عشان نعرف نحل. طيب هنا هناخد أصغر رقم من الشمال لليمين، يبقى هنا 1، وبعد كده بعد ما ناخد الواحد لأ هنا قلنا ايه؟ مش الواحد لأ، ولا ناخد ال8 لأ، هناخد أصغر رقم لأكبر رقم من الشمال لليمين. يبقى هناخد الصفر أهو كده، وبعد كده الواحد، وبعد الواحد هناخد ال7، وبعد كده ال8، وبعد كده ال9. يبقى أخدنا من أصغر رقم لأكبر رقم من الشمال لليمين أهو. يبقى طلع معانا كام؟ 1789، لأن الصفر قيمة ما بتتغيرش. تمام، يبقى طلع معانا كام؟ 1789. طيب بصوا بقى يا دكاترة هنا، ركزوا معايا عشان ما تنسوش. هنا جايب لك الرقم وبيقول لك حط الأرقام على حسب القيمة المكانية بتاعتها. طيب احنا لما كنا بنقراها ازاي؟ ادي 6 دي في خانة ايه؟ الملايين، هي فيش غير 6 بس، يبقى هنكتب هنا 6 ملايين. طيب بيقول لك هنا ألوف، فين الأرقام اللي في خانة الألوف؟ أهي 429، يبقى هنكتب هنا 429,000. طيب 429,000 هنقرأ بقى خانة الوحدات، اللي في خانة الوحدات أنهي رقم يا دكاترة؟ أهو اللي هو 125، يبقى 125 تكتب 125. شفتوا بقى ازاي نعرف نقرأ الأرقام ونطلع القيمة المكانية بتاعتها؟ طيب ماشي يا دكاترة، أهو لسه حللكم المثال فوق، بيقول لك عاوز أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام اللي مديها لك دي. فهمتوا ازاي ناخدها يا دكاترة؟ لسه حلين المثال، اوعى تكونوا نسيتوا يا دكاترة. بص يا دكاترة، ادي اهو أصغر رقم معانا في دول كام؟ الصفر. طيب صفر. تاني أصغر رقم ال2. طيب ادي ال2. طب تالت أصغر رقم كام؟ ال4. طب اهو كتبنا ال4. رابع اهو، فين الرقم اللي بعده؟ اهو ال5، مفيش غير ال5 أصغر حاجة. طيب نخش بعد ال5، كل شوية عمالين نكبر بالرقم. طيب بعد ال5 ال6، ادي ال6. بعد ال6 مين اللي بعده؟ مفيش أصغر هنا؟ لا، نخش على ال6 يبقى ال8. طيب يجي احنا كده ايه؟ بدأنا من أصغر رقم لأكبر رقم. طلع معانا كام؟ يجي هنا طلع معانا 24,568. طب قالك بقى عاوز أكبر رقم زي المثال اللي فوق، نعكس. قالك ده كده ايه؟ أصغر رقم. برضه ناخد من الشمال لليمين، نعكس، يعني نجيب هنا اهو. يبقى هنا المثال كده كام أكبر رقم؟ لو كان طلع قالك أكبر رقم ادي ال8، وبعد ال8 كام؟ 6 اهو. بعد ال6 كام؟ 5. بعد ال5 كام؟ 4. بعد ال4 كام؟ 2. بعد ال2 كام؟ 0. يبقى هنا بعد 3 أرقام بنعمل فاصلة، يبقى هنا 865,420. شفتوا طلع أكبر رقم كام وطلع أصغر رقم كام؟ نيجي هنا يبقى ده نقول عليه كده أكبر رقم جمعناه، وهنا أصغر رقم جمعناه. عرفتوا بقى ازاي نطلع أصغر رقم وأكبر رقم يا دكاترة؟ يبقى بناخد من الشمال لليمين أصغر رقم وبنطلع نكبر لفوق، وبناخد من الشمال لليمين عشان نطلع أكبر رقم من أكبر رقم وبنصغر لتحت. فهمتوا ازاي؟ يبقى كده عرفتوا ازاي تطلع أكبر رقم وأصغر رقم. تمام يا دكاترة، فهمتوا الحتة دي كويس؟ يلا اشوفكم ان شاء الله في الحصة دي عشان نكمل مع بعض ايه؟ الدرس الثالث والرابع في الوحدة الاولى. يلا يا دكاترة ركزوا معايا بقى في الدرس اللي جاي.